لو ما اكلتش دلوقتي هسمعك اسلام كابونجا. كنت واقف انا واحد صاحبي في الشارع عادي جدا، وصدفة يعني عصفورة شخت عليا او يمامة او حمامة، المهم ان في كائن في حيوان شافني انا فقام شاخخ عليا عادي. فصاحبي بمنتهى البلاهة اللي في الدنيا: الف مبروك انت كده هتتكسي. وده الصراحة نور في دماغي على طول فكرة الخرافات والاساطير اللي هم اتطوروا مع الزمن، وصلوا دلوقتي ان هم بقوا الهبد، الزرط، الفسي. وانا الصراحة عاجبني جدا المصطلحات الجديدة، يعني انا بشوف ان المصطلح بتاع الهبد او الزرط او الفسي ده اصدق من الخرافات، لان الكلام اللي بيطلع ما يتقالش فعلا من بق. فالنهارده هنتكلم عن الخرافات. معانا بقى خرافه مشهوره جدا، وهي مشهوره عندنا في مصر، وهي متعلقه بالموت. والحقيقه ان الموت دايما عشان هو حاجه مبهمه فبيطلع حواليه حاجات كتير، فاحنا كمصريين بقى بنحب نصبر نفسنا باي حاجه. فمن ضمن الحاجات اللي صبرنا بيها نفسنا ديت ان الميت دوت الخشبه بتاعته بتجري، ده مستعجل داخل الجنه. مش الناس يعني لو وقفنا الناس دي الخشبه هتسيبهم وتجري برضه، خلاص هي عارفه طريقها. بقول لك لا، الخشبه بتجري، ده داخل الجنه. يعني مش كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور اللي شايلين الخشبه دول هم اللي بيجروا. في خرافه بقى، والصراحه ديت بتضحكني جدا. معرفش برضو الصراحه مين اللي اخترعها، بس بيقول لك انك ما تخشش على واحده بترضع وانت لسه حالق. يعني لو انت لسه مدرج ما تخشش على واحده بترضع، لان اللبن بتاعها هيتقطع، يعني خلاص كده مش هترضع تاني. يعني هي تدريجتك دي خلاص كده عملت مجاعه. شيرين عبد الوهاب مثلا بتقضيها صناعي، مش هينفع. الكلام ده بينطبق على كل الحلقات ما عدا المولد، لان انت لما تروح تشيل السالف وتيجي لا خش عادي، خش، مش اللبن مش هيحصل له اي حاجه. المولد بيراوغ بيراوغ اللبن، فاهم، ما حدش بياخد باله منه. زين الدين زيدان مثلا لما مراته بتخلف، بيعمل معسكر سنتين لحد ما الواد يتفطم، بيهاجر خلاص. زين الدين زيدان مش هينفع يخش على مراته. هو اللبن بيتجنن من اي حاجه قرع، الصلع بيتجنن من الصلع اللبن. حسام حسن وابراهيم حسن مثلا لو الاتنين دخلوا مع بعض مره واحده على حد بيرد، خلاص دي كده دي مجاعه، ده جفاف في اللبن والميه. اثبت يا صاحبي، رايح فين؟ هو ايه اللي اثبت يا عم؟ داخل جوه. مش هينفع تخش بشكلك ده، مش هينفع تخش. هو ايه اللي مش هينفع اخش؟ انت مين؟ كواليتي كنترول على الشعر، وانت واضح عليك انك مدرج، مش هينفع تخش. اه مدرج، فين المشكله يعني؟ بقول لك في حد بيرضع جوه، انت عارف لو دخلت ايه اللي هيحصل له؟ مش هينفع حد بيرد يا عم. طب مش تقول كده؟ لا يا عم، عامل حسابي. فتح وقفل المقص بيجيب الفقر. طبعا الهبده دي شغاله مع كله طبعا، ما عدا هشام ربيع وابراهيم الصغير. لا خلاص انتوا الاثنين هستثنتكم. اشتغل انت بالمقص براحتك، انت لا، انت اتدرج بالمكنه بس. هاني البحيري برضو، يعني هاني البحيري بره القايمه دي، تم استثنائه يعني. والحقيقه انا مش عارف الافكار المبهمه دي بتيجي منين. يعني مين المليونير ابن الورمه اللي كان قاعد في يوم عادي ورصيده في البنك مثلا 2 مليار دولار، وفجاه كان بيلعب بالمقص، كان بيخلص قص ضوافره وبعدين بيلعب بالمقص عمال يفتح ويقفل فيه، جاله رساله ان رصيده في البنك بقى صفر. خلاص انت بقيت فقير دلوقتي، انت مش كنت بتلعب بالمقص بقى، خلاص انت والله العظيم لا تتفقر دلوقتي. فقام هابد الهبده دي بقى علينا كلنا، انا خلاص ما اللي هيلعب بالمقص هيتفقر. يا عم انا اصلا فقير، ما هنلعب بالمقص، احنا كده كده فقراء. لو انا بقبض 1200 جنيه وبلعب بالمقص هروح فين تاني؟ هتاخدوا مني انت فلوس؟ هدفع لكم انتوا القبض. انت عارف بقى بجد ايه اللي فتحه وقفله بيجيب الفقر؟ بقك، ما تفتحوش ولا تقفله، اسكت اسكت، ما تتكلمش. والهبده دي واضح جدا ان هو تم اختراعها في السبعينات والثمانينات، والفتره دي اللي هو كان بيعملوا شعرهم كنيش، اللي هو الفتره بتاعت شطه ومحمود الخطيب، واللي هي الناس كلها كانت عامله شعرها كنيش. اصلا فكره ان في حد عامل شعره كنيش، يعني انت متخيل الكلمه اصلا كنيش؟ اسمع الكلمه كده تاني، كنيش، كان عامل شعره كنيش. هي الكلمه مرعبه لوحدها، كنيش، شعرك كنيش. الفترة دي بقى تم فيها انقراض الحلاقين انقرضت الفترة دي، ما كانش فيه خلاص، ما كانش فيه لسه مكن كهرباء والحاجات دي، كان خلاص كان كله بيحلق باللي هي بتاعت الخرفان دي. كان فيها حلاق عندنا بيحلق لي بيها قبل كده، بس انا كنت راضي عادي لان هي كانت الحلقة كانت بجنيه ونص كلها، فقشطة لو هتحلق لي بتاعت النجيلة احلق لي بس بجنيه ونص، فاهم؟ واحدة بقى من أشهر الخرافات المصرية وهي النداهة دي بقى، اتعمل عليها أفلام، اتعمل عليها مسلسلات، اتعمل عليها حاجات كتير جدا، هي كلها كدب يعني. ويا جماعة النداهة دايما موجودة عند الترعة، وده طبعا بيقول لنا حاجتين: إن النداهة ديت ما بتعرفش تعوم، وإن النداهة عندها بالهارسيا. فلو أنت مش هتخاف منها عشان هي نداهة، أنت هتخاف منها لأن هي عندها بالهارسيا. ويا جماعة خدت بالي برضو إن النداهة دايما بتنادي على الرجالة، فده خلاني أفكر فيها إن ده حد محتاج اهتمام، يعني ده مش حد عايز حاجة مرعبة ليه، لا ده حد محتاج اهتمام. دي بتنادي نداء تزاوج اكيد، ما دام بتنادي على الرجاله بس، يعني حد يعبرها. لو هي نادت عليك يا حبيبي ما تشوف طيب في ايه، يعني محتاجه ايه. والنداهه يا جماعه واضح جدا ان هي فتاه ليل، شفتها بيبدا من 11 ل 3، وده الصراحه حد مجتهد جدا وشمال. وده مشهد لنداهه لو كانت خرصه. أهل أهل
خدت بالي كمان ان مفيش النداه، يعني مفيش النداه ده مش موجود في النداهه، مفيش النداه، مع ان ده كان هيخوف اكتر. يعني بالمنطق النداه كان هيخوف اكتر، لان انا لو ماشي في حته مثلا لقيت ان النداه نادى عليا، انا كده كده هترعب ان في راجل بينادى عليا مثلا الساعه 12 بالليل، فده بنسبه كبيره راجل يعني. ولو انت برضو واحده وماشيه عادي عند الترعه الساعه 12 بالليل وفي النداه نادى عليكي، 100% هتترعبي برضو. في كل الحالات هو مرعب، النداه مرعب اكتر من النداه. وده مشهد للنداه لو كان راجل. مش هتيجي. الخرافه اللي معانا بعد كده، لما انت بتتاوب وما بتحطش ايدك على بقك الشيطان بيطرطر في بقك. انا مش عارف ليه الصراحه الشيطان هيسيب بق سيدني سويني ويجي يطرطر في بق انا، دي حاجه مش مفهومه. يعني الشيطان ليه سايب مثلا بيلي ايليش وجاي على بق انا؟ انت عبيط يا اسطى. واعتقد برضو ان الشيطان عنده القدره ان هو يطرطر في بقي حتى وانا حاطط ايدي، لان هو هيتسحب. الشيطان بيعرف يراوغ زي ميسي كده 2012 عادي. فعادي لو انا حطيت ايدي هيخش برضو يطرطر في بقي براحته. وبعدين هو ليه ايه المغري في بقي برضو يا شيطان يا قمر انت يا عسل اللي جاي تطرطر في بقي؟ ما في فتحتين ودان اهو. وبعدين فتحتين الودان بيقدموا لك ميزه اضافيه، انك مثلا لو انت خارج مع الشيطانه صاحبتك فانتوا الاثنين فاهم، واحد من هنا وواحد من هنا بقى، على الاقل مثلا لو انت عملت من هنا وهي عملت من هنا يتقابلوا الاثنين في النص مثلا مع الشمع اللي موجود جوه يعملوا صابون سايل. محصور مش قادر اعمل ايه. ولا التوب بسرعه، التوب بسرعه يلا. ما تحطش ايدك يا غبي، ما تقفلش بقك يا غبي. انجز يا عم ايه كل ده؟ عندي السكر يا اسطى، ما تهزرش، ما تقفلش يا اسطى، عندي السكر والله. اخر شويه يا اسطى، اخر شويه، ما تقفلش يا اسطى. ايه ده يا عم انت واكل ايه؟ في كمان بيقول لك بقى ان الخرز الزرقاء بتمنع الحسد. لا هي بس بتعرفنا انك انت فلاح وجاهل بس. يعني الخرز الزرقاء هي دي اللي بتعمله، ما بتعملش حاجه غير كده. اعتقد يعني ان مفيش برضو حد لابس خرز زرقاء هيتحسد، لان انت في الغالب يعني مرتبك 3200 جنيه، فمفيش حد هيحسدك انت اللي لابس خرز زرقاء. اقلعها، بطل عبط. الملح بيغذي العين، الملح بنرش الملح عشان نغذي العين. دي خرافه طبعا اللي اخترعها عطار. ده كان عطار كان عنده شكارتين ملح عايز يصرفهم في اي داهيه، قال لك نشر الخبر في البلد، عمل اشاعه جماعه الملح بيقول لك ان الملح بيغذي العين. البلد طبعا كلها كانت في الارياف، كان كله بيحسد كله. الملح خلص، ما جابتش مفعول طبعا، بس صابت ناس بالعمى. انت لما تيجي ترش ملح في عيني انت اكيد بتأمين يعني يا شيف حسن. يعني بعد اذن الشيف اللي جوايا كان لو رحت حته بعد كده ولقيت حد بيرش ملح علينا كمعازيم مثلا، انا هتبلك واسبلك. الخرافه اللي بعد كده هو ابو رجل مسلوخه. مفيش حد فينا ما تخوفش بالراجل يا جماعه واحنا صغيرين وتهددنا بيه. يعني ده اكتر حاجه تهددنا بيها، ابو رجل مسلوخه. والحقيقه يا جماعه انا كنت بتعاطف مع الراجل ولحد دلوقتي لسه بتعاطف معاه. اصل ليه ايه اللي هيخلي واحد رجليه عيني مسلوخه وطالع عليك كده ورجليه بتنز، يعني رجليه عماله تنز دهون ولحمه ويا عيني واقع عليها حله شوربه مملحه مليانه مرق الدجاج وهو طالع لك ورجليه بتنز؟ يعني ده هيطلع يأذيني ليه ان انا ما نمتش؟ ما يا جماعه ده محتاج يتعالج، ده محتاج نتصل له بمستشفى الحروق نوديه بسرعه مستشفى. انا كنت بنام لان الراجل ده كان فيه اللي مكفيه. اصل هو واحد رجليه مسلوخ ليها فرهاده كمان ويجي يأذيني انا ويعمل لي قصه؟ لا يا عم انا هنام يا عم وانت خليك في رجلك روح اتعالج. بس انا بشوف ان كان في حاجات تانية انت تقدر تخوفني بيها اكتر من ابو رجل مسلوخ، وكانت هتبقى واقعيه اكتر. يعني كانت هتبقى واقعيه جدا لو انت قلت لي لو ما اكلتش الطبق بتاعك انا هجيب لك محمد الشناوي. يعني تخيل حد داخل عليك ما عندوش ايدين، لو ما اكلتش دلوقتي انا هجيب لك محمد هاني. تخيل بقى حد داخل عليك ما عندوش رجلين، لو ما اكلتش دلوقتي هسمعك اسلام كابونجا. دي رعب. الشباب بجد واخد من شكلي. دي رعب. انا بنصح كل الامهات والابات تجربها مع اطفالها الصغيرين. لو ما اكلتش دلوقتي هسمعك اسلام كابونجا. انا لو دلوقتي لو عايز تهددني بحاجه قول لي هتعمل كده ولا اسمعك اسلام كابونجا؟ اعمل لك اللي انت عايزه. الحاجه اللي بعد كده وهي ان الاكل هيجري وراك يوم القيامه لو ما كملتوش. مبدئيا الامهات هتتحاسب على الكذب ده، كل الكذب اللي انتوا قلتوه ده هتحاسبوا عليه، ما فيش حاجه بتعدي بالساهل. وبعدين يا ست الكل انا هفترض معاكي ان الاكل هيجري ورايا يوم القيامه. دلوقتي انا مثلا في النار، يعني بعد الشر عليا وعليكم طبعا، بس اعتبرني انا في النار دلوقتي وبتشوي. ليه بجد هلاقي مثلا صينيه مكرونه بشاميل اللي جايه بتجري ورايا؟ ما انا فيها اللي مكفيني، انا مهري، انا بتشوي، انت عايزه ايه مني طيب؟ او لو انا باذن الله انا دخلت الجنه انا وانتوا، ليه اكون انا قاعد في الجنه ومبسوط والدنيا معايا جميله ومتمزج، الاقي دبوس فرخه جاي بيجري ورايا؟ مش هسيبك بقى، انت سبتني في الدنيا. انت عبيط يا اسطى، انت عبيط.
وبعدين يعني هو ده جزاتي؟ هو ده جزاتي؟ يعني يا ماما يا ست الكل انت حطيتي لي 4 قطع بانيه وانا صغير، فانا كلت 2 وفي 2 سبتهم، انا عملت خير في ال2 اللي انا سبتهم دول، ما انا انقذتها من سنان كانت هتخش في السنان هتتفرتك، تخش في امعاء غليظه كانت هتخش في امعاء دقيقه، معده هتتفرم في المعده جوه، وبعد كل دوت هتخش بعد الامعاء الغليظه تخش على ال الكرشه كانت هتتبهدل جوه، كانت هتشوف بيبي، وبعد البيبي هتنزل في مجاري، والمجاري طبعا انت عارف اللي هيحصل فيها. فانا انقذت القطعتين البانيه من كل الحاجات دي، في الاخر انت جايه تاخدي حقك مني بتجري ورايا. الخرافه اللي بعد كده معانا وهي امنا الغوله. تمام انا ما عنديش مشكله معاها خالص، خوفنا بامنا الغوله، تمام انا ما عنديش مشكله، بس هي ليه امنا؟ يعني يا جماعه مين العبيط اللي سماها كده؟ يعني ديت واحده غوله المفروض ان هي حد شرير وبشعر وكنا بنشوف رسوماتها كده، ليه امنا؟ يعني ايه الصفه اللي هي بينتها لك تقول لك ان ديت وبعدين يا جماعه واضح جدا ان امنا الغوله مش بتخلف، ما هي لو بتخلف وعندها ابنها الغوله الصغير هي مش هتسيبه وتيجي عشان انا ما نمتش عشان تضربني عشان انا ما نمتش. الهبده الشهيره اللي بعد كده والخرافه الشهيره اللي بعد كده هو ان لو شخت عليك عصفوره فانت كده هتتكسي. لا هي لو شخت عليك عصفوره فانت كده محتاج تستحمى، محتاج ترمي التيشيرت اللي هي شخت عليه. دي تصبيره، دي تصبيره، دي حد بيقولها لك بس عشان عقبال ما تروح، بس لانه والله شكلك وحش فمبروك يا عم انت هتتكسي. ده جبر خواطر، وفي الغالب اللي بيقول لك كده بيبقى لسه واخد كورس ماركتنج ب 200 جنيه اونلاين. العصفوره شخت عليك انت هتتكسي. ده تيشيرت بولو 300 جنيه بدل 500، عاملين عرض اي حد يتشخ عليه من خلال عصفوره ياخده ب 300 بدل 500. تشتري؟ لا انا مش هشتري، انا هطرطر انا عليك وهعمل لك عرض ان اديك بنطلون بدل اللي طرطرت عليه البنطلون ب 200 بدل 400. انا لسه عامل العرض ده برضه، اي حد طرطر عليه اديله بنطلون ب 200 بدل 400. وبعدين يا جدعان هي برضه هي هبده غبيه جدا. انت عارفين انت في اي وقت هتتكسي، انت يعني انت لو اي حاجه شخت عليك انت ما هيجي لك يوم هتتكسي. لو مثلا واحد ماشي في الشارع وانت حد طرطر عليك من فوق ونزل عليك انت هتتكسي في يوم من الايام، ما انت كده كده بعد شهر شهرين هتجيب لبس. فخلاص نعمل حكمه بقى ان يا جماعه لو حد طرطر على حد ده هيتكسي، ونمشي بقى كلنا كل يوم في الشارع فاهم، كل واحد يتبول على التاني عشان كله يتكسي بقى والمحلات تكسب، وكل بقى ما الطرطره تتم عليك اكتر كل ما تجيب لبس اكتر. يعني فجمع بقى جمع شويه صحابك وخلوا حد يعمل فاهم عليكم كلكم عشان تجيبوا لبس الشتاء بقى يلا. اللي جاي معانا بعد كده يا جماعه هو الاندومي. الاندومي طلع عليه اكتر حاجه في الكوكب طلع عليها خرافات وهبد وزرط. جدك اتوفى في 1902 بسبب الاندومي، جدك مات بسبب الاندومي، كانش موجود الاندومي بس هو كان عارف ان هيبقى موجود، مات بسببه، مات لما عرف ان هيتم اختراع الاندومي ده. الظواهر الكونيه، الحرب العالميه، الملاريا، الطاعون، كل الحاجات دي جايه من الاندومي طبعا. تساقط الشعر، الصلع الوراثي، الهالات السوداء، اندومي، كل الحاجات دي اندومي. صوت اسلام كابونجا، عرضات محمد هاني، كل ده بسبب الاندومي. يعني الظواهر دي كلها بسبب الاندومي. غلاء الاسعار بقى، ارتفاع الدولار، ارتجاع الكره المصريه لورا، ارتجاع المريء، كل الحاجات دي اندومي. بابا انا شلت 7 مواد من ال8 اللي عندي. ايه هو الاندومي ابن الواد؟ وانا بدور كده لقيت ان في اغنيه بتقول لك بلاش تبوسني في عينيا ده البوسه في العين تفرق. والحقيقه بعد ما دورت اكتشفت ان غالبا اللي كتب الجمله ديت كان حد عادي كان عايز يتباس في مكان تاني، مش هينفع اقول هو ايه عشان الرقابه، بس فجابها في عينيه فاهم اللي هو يعني ممكن تنزل سنه بس، يعني انزل سنه بس على العين شمال شويه تحت شويه بس مظبوط هنا بقى. اكيد ما كانش حد عايز يتباس في العين. وبعدين هو ايه المغري اللي في العين هيتباس؟ يعني ايه المغري في جفن بيفتح ويقفل وتحتيه هالات سودا وحد معمص مثلا؟ يعني تخيل هتبوس حد معمص الصبح مثلا في عينه، لا دي بتفرق بقى بجد. ما انت لو هتبوس حد معمص في عينه دي هتفرق 100% هتفرق. الخرافه اللي معانا بقى دلوقتي بتقول لك ان الفلوس مش كل حاجه. تمام انا معاك في الموضوع دوت، بس الكلام دوت لو انت ثروتك قلت مثلا عن ثروه نجيب ساويرس 200 جنيه مسموح لك تقول كده. اصل الفلوس مش كل حاجه والله. انا ثروتي 4 مليار، معايا 4 مليار ب 200,000، انا بقيت في المرتبه الثالثه في اغنى اغنياء مصر. يا عم الفلوس مش كل حاجه يعني برضه، طب اعمل ايه؟ في هبده برضو كبيره كده عندنا بتقول لك لو رمشك وقع يبقى انت في حد بيفكر فيك. لا ده معناه بس انك انت عندك انيميا، عندك نقص فيتامينات، شريط اوميجا 3، شريط زنك، الدنيا هتتظبط معاك، مفيش حد بيفكر فيك خالص. لو بربور نزل منك ده معناه انك في واحده هتموت عليه. لا ده معناه انك عندك التهاب رئوي، البرد ده هيموتك، معناه انك مجلط. كيسين مناديل وكوبايه جنزبيل وامسح بربورك وكل حاجه تبقى تمام. لكن مفيش حد، مفيش واحده هتموت عليك، مفيش حد بيفكر فيك. اكبر خرافه بقى عندنا في الفتره الاخيره احنا كمصريين، اتعب دلوقتي هترتاح بعدين. انا عايز بس اعمل عليها تعديل بسيط جدا، خليها ايه ريح دلوقتي عشان هتتعب بعدين. ذاكر في ثانوي عشان ترتاح في الجامعه. لا لو ذاكرت في ثانوي هتجيب مجموع فهتخش كليه
عمليه او كليه عاليه هتخش جوه هتذاكر اكتر من الثانويه بكتير، مش هتلاقي كتب تذاكر منها ويطلع عين امك. الفكره بقى ان الجمله دي اصلا بتجيلك من حد تعبان، يعني في حد بيبقى الدنيا مسفلتاه فيقول لك يا ابني ذاكر دلوقتي عشان ترتاح بعدين. ما تنصح نفسك انت، ما تذاكر انت. المدرس انت، ما انت لسه ما انت جايب 63%، ما كنت تذاكر انت عشان ترتاح بعدين، ما ارتحتش ليه بعدين؟ ويا جماعه نيجي للفقره اللذيذه بتاعتكم. سالتكم عن انستجرام ايه الخرافات اللي انتوا عارفينها او اكتر الخرافات سمعتوها عننا كمصريين. فاول حاجه معانا لما حد يكون شاكك ان في حد عامل له عمل قدام شقته بيخلي ابنه يعمل حمام قدام الشقه علشان يفسد العمل ده. هو الكلام ده مش خرافه، الكلام ده صح، لان خصوصا شخ الطفل اكيد هتنزل على العمل هتفرتكه، هتفسد العمل 100%. يعني دي حاجه اكيد. ما تخيل بيه طفل صغير نزل على العمل هيصوت ان هو اتعمل اصلا. بلاش الست الحامل تبص للطفل في اول 4 شهور علشان هتجيب حد زيه بالظبط. انا مش عارف الصراحه مين اللي حددها بالظبط ان هي اول 4 شهور، بس ده طبعا زرد. كانت عادي، كان كل الستات بقى لو هتخلف ولد تروح مثلا تبص لديفيد بيكهام، لو هتخلف بنت تروح مثلا تبص لسعاد حسني وخلاص بقى. كان هيبقى كلنا فاهم شبه بعض، كل شبه بعض. النمل الكبير ده خير في البيت، النمل الصغير دوت حسد. لا، ده بيت عادي محتاج الشركه الالمانيه للاباده الفوريه، ينظف البيت وينظف الصراصير والبق وكل الحاجات اللي عندك دي. لما يكون في فرح لازم البنات تقرص العروسه في ركبتها علشان يلحقوها في ليلتها. انا لسه عامله كده مع صاحبتي لما اشوف بقى. غالبا مش هتتجوزي، انت هتعنسي عشان ده الشر اللي انت عملتيه، ده شر. لو لبست الشراب وانت نايم هتتعمي. شراب مصري اصيل هتتعمي. يعني مثلا شراب واحد شغال 18 ساعه كان لابس كوتش باتا ما غيروش بقاله مثلا 3 ايام ولابسه كل ده في رجله، لو نام ده بالشراب ده هيتعمي. دي مش محتاجه، دي مش خرافه. وبس كده يا جدعان. كان معاكم نادر سيف الدين من قناه الحدث اليوم، قناه الشمس الصفراء مش الزرقاء. كان معكم عمرو اديب من قناه الحياه الحمراء مش الحياه الزرقاء. كان معكم ابراهيم فايق من قناه ام بي سي مصر من قهوه فايق، بس ديت هو مجهد شويه مش فايق دلوقتي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشيره وتكتب لي كومنت وتقول لي عايز الحلقه الجايه عن ايه، لان يوتيوب بيقول لي ان الفيديو ده الناس بتتفرج عليه من غير ما تعمل لايك، فده واضح ان الموضوع مش عاجبك. فلو الموضوع مش عاجبك مش هقول لك شد في حواجبك الصراحه عشان هي وحشه قوي، بس اعمل اي حاجه تانية، اعمل لايك، جرب تعمل لايك. وبس كده يا جدعان. كان معاكم هشام سكر، وده تيت والشريط. سلام عليكم.